ابتهال، كيف الحال؟ الحمد لله. ابتهال، طبعا هذه الفقرة من الفانز الخاص فيك. شوق الزهراني سألتك بعض الأسئلة تبغى الإجابة. الأسئلة في طبيعتها عادية جدا، ولكن لازم الجمهور يعرف من ابتهال. السؤال الأول سألناه قبل كذا بس عشان الجمهور يعرف. نشيد تحب ابتهال تعيده من الأناشيد القديمة ويصير لها هذا النشيد، ما هو؟ في أناشيد كثير بس أنا أختار حطي فوق الحرف نقطة. حطي فوق الحرف نقطة. كثير يسأل ابتهال أبو جبل. ابتهال دائما تنسيقاتها وملابسها حلوة، وأيضا تشارك في التدريب دائما بصورة مميزة. من يا ترى يساعدها؟ مو بتساعد في ترتيب الملابس وفي التدريب. لكل شخص مواقف في حياته وأشياء لا ينساها. موقف حصل لابتهال في القناة وإلى الآن لا تنساه. لما شذا قالت لي أبوك وأمك انخطفوهم في البيت. لما شذا قالت لك إيش؟ أبوك وأمك انخطفوهم في البيت. لا إله إلا الله. طبعا فعلا هذا الشيء سبب لها صدمة أول ما دخلت الفرقة. وجلستي إيش؟ قولي للجمهور إيش كان؟ وجلست أبكي وكان أبكي ما سكت. بعدين غبت على القناة وجبت لعمو هدية. غابت عن القناة فترة بسبب هذا الموقف. ابتهال، لو قالوا لك من يستلم أو من يستحق القيادة بعد أميرة، من تختارين؟ ما هي إجابتك؟ مو أنا اللي أختار عمو، بس أنا أقول إنه إن شاء الله زور. طيب، دائما أقول القيادات ليس لها توقع أو ليس لها سقف دائما. أكثر نشيد ترى ابتهال أنها تحبه؟ نصيحتي. نجمة تبغي تكوني دائما متفوقة عليها، ما تبغى تتفوق عليك. من هذه النجمة تحسيها يعني في نفس مرتبتك بس ما تحبي انها تتفوق عليك؟ إيلان. إيلان. في ختام هذا اللقاء كلمة توجهها لجمهورك والفانز اللي طلب هذه الفقرة. جمهوري أسعدتوني مرة وشكرا على وقفتكم معي. الله يسعدكم مثل ما سعدتوني. أحبكم.